الجو حر يعني نعمل حاجات كده منعشة، حاجات ساقعة للولاد طعمها حلو قوي. هنعمل ايس كريم فراولة وايس كريم مانجا، طعمهم تحفة بطريقة سهلة خالص ومش مكلفة. شايفين بقى القوام بتاعهم تحفة قوي، ده غير الطعم التحفة طبعا، طعمه حلو قوي. هنعمله بقى ونشيله بقى في الفريزر نخرجه كده للولاد، خطير. اول حاجة هنا معايا كيلو مانجا، ده كيلو مانجا صافي بعد ما نضفته دخلته الفريزر يجمد معانا. لازم المانجا او اي فاكهة انت هتعمليها لازم تكون مجمدة معاكي، لو مش مجمدة مش هتديك القوام الكريمي. ومعايا هنا يعني كيلو مانجا عليها كوباية كريمة. انا هنا ضفت بس علشان الكبة بتاعتي صغيرة، فهضيف نص الكمية. ضفت هنا نص الكمية يعني نص كوباية كريمة ونص المانجا. هضربها كويس. شايفين القوام عامل ازاي؟ قوام كريمة قوي، شايفين فيه مطة كده. لو المانجا او الفاكهة عموما مش مجمدة مش هتديك القوام اللي انت شايفاه ده. هنا بقى بضرب باقي كمية المانجا وضفت عليها باقي الكريمة. الكريمة طبعا انا مضفتش سكر ولا اي حاجة علشان الكريمة فيها سكر. لو حباها تضيفي بالعسل تكون صحية، هتبقى الكريمة سادة من غير اي حاجة تضيفي لها عسل. تماما. انا ضفتها هنا في العلبة، اي علبة محكمة الغلق اقفليها كويس وبعدين دخليها الفريزر. عايزة نتيجة كويسة يبقى تعملي من بالليل وبعدين تقدمي الايس كريم تاني يوم. هنا معايا الفراولة نفس الكمية برضو، كيلو فراولة وعليها كوباية كريم شانتيه. زي ما قلت لكم لو حابين يبقى من غير سكر يبقى هتجيبي كريمة، ومن غير كريمة خالص كمان لو مش حاباها تكون دسمة كده. لو مش حاباها دسمة يبقى هتضيفي بدل الكريمة زبادي وعسل أبيض، عسل نحل. تمام. وتضربيهم كويس. هنا ضربت كمية الفراولة برضو ضربتهم على مرتين، بس هنا بس كانت الفراولة أزيد من الكريمة فقلبتهم مع بعضهم كده، ضفتهم في بولة. اهم حاجه تقفليها كويس وتغلفيها كويس علشان ما تاخدش اي طعم او اي ريحه من الفريزر، ونقفلها كويس وبعدين ندخلها بقى الفريزر. كل ما تقعد وقت اطول ساعات اطول في الفريزر هتديك القوام اللي انت شايفاه ده. شايفين عامله ازاي؟ تحفه، طعمها حلو قوي. زي ما قلت لكم اهم حاجه الفاكهه اللي انت هتعملي بيها تكون مجمده علشان تدينا القوام ده. بس قدمتها كده زي ما انتم شايفين. كان عنده صوص فراوله كده زينت بيه صوص الفراوله، ايس كريم الفراوله. هنا بقى ما عنديش صوص فراوله، صوص مانجا مش مشكله خالص، هتستغني عن الصوصات خالص عادي يعني، مش مشكله. شايفين القوام بتاع الايس كريم عامل ازاي؟ قوام كريمه خالص، علشان المانجا نفسها او الفواكه نفسها لازم تكون مجمده علشان تديك القوام اللي انت شايفاه ده. شايفين عامل ازاي؟ مش هيسيح منك بسهوله زي ما يكون ميه. لو الحاجه الفراوله كده او المانجا مش مجمده هتسيح منك بسرعه. شايفين هنا القوام؟ قوام حلو قوي، طعمه تحفه جدا. هتعمليه وتشيليه في الفريزر يبقى بجد حلو قوي تقدميه للولاد، والجو الحر ده احسن بكتير من اللي بتشتريه من بره. هنا الايس كريم بقى سهل معانا وبسيط خالص. طبعا عملت معاكم قبل كده ايس كريم بس ضفنا له حليب مكثف وكده، فمش عايزين الحاجه تبقى مكلفه، عملناه برضو بطريقه حلوه قوي وطعمه تحفه. لكن لو حابه تضيفي له بقى قشطه كريم لبن مكثف طبعا ضيفه طبعا، بس ده حاجه بسيطه خالص وبجد طعمها تحفه قوي. طريقتها سهله زي ما انتوا شفتوا اهو، تعمليها في الكبه او في الخلاط او في اي حاجه، طريقه سهله خالص. تقدري طبعا تعملي اي فاكهه بنفس الطريقه كده، اهم حاجه تكون مجمده. لو حابة تضيفي قطع فواكه ضيفي قطع فواكه قبل ما تتجمد. قطعي الفواكه كده وضيفيها في نص الطبق اللي هيدخل الفريزر، هيطلع معاكي حلو قوي. ممكن بسكوت ممكن شوكولاتة، تعملي ميكس كده حلو قوي. يلا بقى جربوا الطريقة هتعجبكم قوي. مع السلامة.